السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بأبطالنا طلاب الثانوية العامة الصف الأول الثانوي. لما ناخد بقى بعد كده الديريفيتيفز اللي هي المشتقات اللي معظمنا بيشتكي منها. معظمنا بيبقى عارف أو حافظ الكلمات ومش عارف يفرق إمتى أجيب الفعل أو الاسم أو الادجكتيف الصفة. ركز معايا، هفكرك ببعض المعلومات اللي أنت أصلا عارفها، بالنسبة لك تعتبر معلومات بديهية بس ممكن تكون مش مركز فيها أو غايب عنك شوية. أول حاجة عندي، إحنا عايزين نعرف مكان الفعل فين في الجملة. الفعل ممكن يجي بعد الفاعل، ده مكانه الطبيعي. ممكن يجي بعد الافعال المساعده زي فيرب تو بي او فيرب تو دو او فيرب تو هاف حسب تصريف الفعل. ممكن نضيف له اي ان جي، نضيف له اس، نضيف له اي دي حسب الزمن. ممكن حاله واحده بيجي فيها الفعل اول كلام في حاله الايه الامر، الجمله الامريه بتبدا بفعل مصدر. طب الاسم اللي هو النون، النون ممكن الاسم ده، احنا اتكلمنا طبعا على الفعل الاول، لو اتكلمنا على الاسم ممكن الاسم يجي في اول الكلام فبالتالي تكون في محل فاعل او يكون في محل فاعل. ممكن الاسم يجي بعد الفعل في محل مفعول. ممكن الاسم يجي طبعا countable او uncountable، يعني اسم يعد او لا يعد. ممكن يبقى مفرد او جمع حسب الكلام او حسب سياق المعنى بتاع الجمله. الاسم ممكن يجي قبله صفة لأن الصفة بتصف الاسم وتأتي قبله، ودي هتدخلنا للنقطة اللي بعد كده اللي هي الادجكتيف. مكان الصفة فين؟ قلت لكم مكان الصفة فين؟ قبل الاسم عشان توصفه، يبقى الصفة تصف الاسم وتأتي قبله. الصفة ممكن تيجي بعد verb to be am is are was were. الصفة ممكن تيجي بعد أفعال تقريرية زي like، كلمة look يبدو، sound يبدو، وكلمة seem. ممكن become كمان يصبح تيجي وراها ايه؟ الصفة. كمان الصفة ممكن يجي قبلها ظرف أو حال. فاكرين الظرف أو الحال يصف الفعل ويأتي بعده وغالبا بيبقى فيه اللي واي. الظرف أو الحال ممكن يجي قبل الصفة عشان يحدد مقدارها. طب ما تدينا مثال يا مستر؟ أقول لك على مثال بسيط. لما أقول لك the weather is hot، الطقس حار، كلمة hot ديت صفة. لما أقول لك the weather is very hot، كلمة very ديت ظرف معناها جدا، جت قبل الصفة عشان تحدد إيه؟ مقدار الصفة دي. يبقى the weather is very hot. تمام؟ ناخد بعد كده بقى نقرأ الكلمات ديت ونطبق عليها تطبيق عملي. أول حاجة demonstrate يوضح أو يبين، الاسم منها demonstration اللي هو عرض أو توضيح أو مظاهرة، وطبعا ممكن أقول demonstrator اللي هو عارض أو متظاهر. طيب هنا الادجكتيف الصفة demonstrative تعبيري أو توضيحي. determine ما تقولش بقى determine، لا determine يحدد أو يقرر. الاسم منها determination عزيمة أو إصرار أو تحديد. وطبعا الادجكتيف determined عازم أو مصر. develop يطور أو ينمي. طبعا الاسم منها development أو developer. طبعا development تنمية تطوير نمو، developer مطور. developed متطور أو متقدم، developing نامٍ. host يستضيف، تنفع اسم برضه host بمعنى مضيف، ولو جبتها مؤنث يبقى hostess مضيفة. الادجكتيف الصفة منهم hosted مستضاف. طبعا ممكن اقول hospitable مضياف، وديت adjective صفة برضه. identity يحدد، ده الفعل. الاسم منه نفس الكلمة ممكن تنفع اسم تبقى identity هوية، ممكن تبقى identification مستند إثبات شخصية أو تحديد. والادجكتيف الصفة بتاعتهم identifiable اللي يمكن التعرف عليه، أو unidentified غير متعرف عليه. invent يخترع، الاسم منها invention اختراع أو inventor مخترع. والادجكتيف الصفة inventive مبتكر. preserve يحفظ أو يصون، الاسم منها preservation الحفاظ أو الصون، أو preserver حافظ أو محافظ. وطبعا الادجكتيف الصفة منهم preservable قابل للحفظ. restore يعيد أو يسترجع أو يرمم، الاسم منها restoration ترميم أو إعادة، أو restorer المرمم. والادجكتيف الصفة منهم restored تم ترميمه، أو restorable قابل للاستعادة. لما ناخد مثال عمل ونطبق عليه على كلمة مثلا identify أو identity. شوف المثال الأولاني وركز معايا، شوف الكلمة جت فين وموقعها فين في الجملة وهنسميها إيه. لما يقول لي هنا في الأول the teacher asked the students to identify the main idea in the text. هو المدرس طلب من الطلاب إن هم إيه؟ يعرفهم الفكرة الرئيسية. يبقى هنا to بيجي بعدها إيه؟ مصدر الفعل. يبقى هنا ديت جايه verb فعل بعد حرف الجر to. مثال تاني a passport is a document. الباسبور ده يعتبر وثيقة used to prove your identity تستخدم لإثبات هويتك when traveling أثناء السفر. كلمة identity هنا
تعتبر noun، ديت اسم. تمام، لان جاي بعد كلمه بروف اللي هو الفعل، فبالتالي جاي في محل مفعول. التالت، the stolen car was easily identifiable. السيارة المسروقة يعني كانت بسهولة، أو زي ما بيقولوا تم التعرف عليها إيه؟ بسهولة. ليه؟ خلي بالك was easily ده ظرف يا جماعة زي ما قلت لكم، وهنا جه قبل الصفة ليه identifiable، يمكن يتعرف عليه بسهولة عشان يحدد مقدار الصفة. because of its bright red color. المثال الرابع، you need to show a form of. انت محتاج تبين شكل من اشكال الايه، خلي بالك بقى فورم هنا ممكن اقول عليها استماره، مش شكل هنا بقى. identification اللي هو يعني استماره اثبات الهويه. ليه؟ before entering the building قبل ما تدخل ايه المبنى، هنا برضو جايه كاسم.